أعزائي مشاهدي تلفزيون الشباب في كل مكان، أهلا وسهلا بالجميع في عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. مشاهدينا، معكم هذا اليوم استوديو الشباب، البرنامج المنوع الذي يحب أن تكونوا معه على مدى الوقت القادم ورفقة سعيدة. مشاهدينا، في هذا الاستوديو نرحب كثيرا بضيوفنا الكرام اللي نحب نقضي معهم وقت مسلي ونافع. اولا مع مخرج المسلسل الرائع رجال الظل، اهلا بالفنان صلاح. واستوديو الشباب يرحب كثيرا بنخبه من الفنانين، منهم ومثل ما تشوفون الفنان المحبوب هيثم يوسف، الفنان المحبوب اكثر ايضا حاتم العراقي، اهلا بك، كل عام وانتم بخير. استوديو الشباب يضم اليوم ايضا فنانين اثبتوا حضورهم على الساحه الفنيه مؤخرا، شاكر حسن، وايضا الفنان الملحن صباح القريشي، اهلا برسام الكاريكاتير عبد الحسن. ورحب كثيرا بكريم جعفر المصور الفوتوغرافي واللاعب سابقا. ما دمنا وصلنا الى الرياضه، اذا بالتاكيد نمر بعلاء كاظم، اهلا بعلاء كاظم، ولو انت مستعجل واحنا اخذناك، وايضا راح ناثر على تدريباتك. ونرحب ايضا بالجميلات الفاتنات بطلات مسلسل رجال الظل، اولا بايناس، اهلا، واهلا بتمارا، ورحب كثيرا بالاء. وكان المفروض ايضا ان يرافقنا المدرب ناجح حمود، لكن ظروف طارئه حالت دون مجيئه. على كل نرحب كثيرا باللاعب الدولي علاء كاظم، كل عام وانت بخير علاء. ان شاء الله يكون العيد عيد خير وبركه على الجميع. ماذا بالنسبه للاعب، شلون يكون دائما ايام العيد؟ تدريبات ايضا؟ بس اول يوم العيد راحه، بعدين ثاني يوم يبدو التمارين عادي دائما. سر غياب علاء كاظم مؤخرا عن التصفيات؟ والله غياب عن التصفيات كانت بسبب اصابه تعرضت لها من خلال التدريبات المنتخب، والحمد لله شكرا الثاني يعني حاليا زين، ومستعد ايضا للنهائيات ان شاء الله. ان شاء الله. علاء كاظم، خلال التصفيات والنتيجه اللي حققها منتخبنا، شو كان رايك وانت تتابع المباريات خلال الشاشه؟ اكيد هو كل لاعب يعني يمثل بلده، وانا كلاعب يعني احس مثل ما يحس باقي اللاعبين، يعني الولد ما قصر يعني اللاعبين خلال هاي التصفيات، يعني وانا كلاعب يعني اطمح ان العب مع الفريق، والحمد لله شكرا يعني هسه رجعت ان شاء الله عن هاي التصفيات يعني اقدم مستوى جيد. اكيد كان يحس في نفس علاء كاظم هو يشوف هجمه تنقطع بدون تهديف وتسديده ما توفق، شلون كنت تتعامل ويا الكاميرا؟ يعني هو عادي، انا لازم يعني انا اتمنى ان اكون بالمباراه حتى اسجل هدف، يعني اول هم يرفع يعني من مستوى، وثانيا يعني طموحي يعني البلد، يعني ان شاء الله تعوض غيابك في النهائيات. نكرر ترحيبنا بالكابتن علاء كاظم اللي معروف بجمال صوته، وايضا صح انت مستعجل لكنه مع هذا جلستنا فنيه، وهيثم وحاتم موجودين. علاء كاظم دائما يختار اغنيات لحاتم، هالمره شنو رايك تغير؟ بعد هو موجود ليه؟ هو موجود. ايش تحب تسمعنا؟ او شنو المفروض انه تسمعنا؟ جيبي لي كره صيدر بينا عادي حتى نشوف اراء المطربين. نشوف اراء المطربين، ناخذ شو حاجاتهم. المطربين موجودين، هم الموجودين يحبون يسمعوا. اي يلا يعني بتلاقيها سامعتك. صباح يلا صباح حاضر. نبثها اغنية ستوب، نبثها الاغنية اللي شاركت فيها. المنام ردوا علينا السلام، والله السلام ردوا علينا السلام، والله السلام ردوا عليه السلام. الصبر صار والعمر
والله تعال الصبر طاب وتبدل والعمر والله تعال يصبرون القلب هذا حرام يا حارمين عيوننا من المنام يا حارمين عيوننا وين الوفا يا احبابنا لا تفرقون قلوبنا وين الوفا يا احبابنا عودوا علينا ايامنا عودوا علينا ايامنا لا تعذبون القلب هذا حرام يحارمين عيوننا من المنام ويحارمين عيوننا من المنام. الله يعلى. سمعنا غناء وتمتعنا مع غناء على كاظم وحاتم العراقي. نرجع إلى مواضيع أخرى وفي استوديو الشباب هذا اليوم مواضيع عديدة. نرجع إلى موضوع آخر غير الغناء يختلف عن الغناء. نعم على كاظم نعرف أنت مستعجل وإحنا طبعا أخرناك. شكرا لوجودك معنا هذا اليوم وعيد سعيد إن شاء الله وتقدر تتفضل. رجال الظل مسلسل رائع انتهى تلفزيون شباب من عرضه قبل أيام. رجال الظل معنا من هذا المسلسل مخرج المسلسل صلاح كرم. الفنان صلاح كرم نرحب بك كثيرا. معنا البطلات أيضا إيناس وتمارا وآلاء. أهلا بكم مرة أخرى. الفنان صلاح كرم الوقائع مسلسل رجال الظل من وقائع حقيقية من تراب العراق. نعم مثل ما تفضلت فيه. ابتداء احنا هي فرصة نشكر تلفزيون الشباب اللي عرض مسلسل رجال الظل في آن واحد مع تلفزيون العراق. ورجال الظل كما تفضلتي هو من تراب العراق، دراما تنتمي إلى الواقع. قصة حسن البابلي المهندس العراقي اللي أوفد إلى باريس وتم اختراقه من جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد. وكما شاهد المشاهد الأسماء كانت حقيقية، يعني هناك شخص اسمه حسن البابلي مستعارة. نعم. واكو أسماء حقيقية. حسن البابلي صحوته الوطنية دفعة ما ينقاد وراء الموساد. هذا شيء واضح من خلال الوقائع أحداث المسلسل. رسم الشخصيات يعود إلى المخرج صلاح كرم. اختاريت الأبطال حسب ملامحهم حسب أي شيء؟ نعم. وكان اختيار حسن حسني أولا. حسن البابلي أساسا هو في يعني قلبي ووجداني ابتداء لأنه شخصية عراقية. تعرفت على صور الشخصية؟ يعني هو أنا أتحفظ عن الحديث عن هذا، بس هو يعني حسن البابلي بالاختيار هذا عمره وهذا مواصفاته، يعني هذه مواصفات اللي ظهرت من خلال تصرفات. نعم. أما في الدراما الشكل ما يعني ما ممكن واحد يعني يقرب الشكل 100% إلى صورة الشخصية الحقيقية، بس هي تقريب. طيب هذا بالنسبة لي حسن البابلي. نعم. بالنسبة للفتيات ما كانت إيناس تشبه فلورا مثلا؟ ما كانت تمارا تشبه سوزان؟ هذه ممكن تطلع عليه. احنا يعني امام فلورا وسوزان حديث ذو شجون. في امانه اقولها، يعني الفتيات يعني تم اختيارهم وقبلوا دور فلورا وسوزان بتحدي. فتيات يعني معروفات من عوائل كريمه وطالبات في المعهد، وكان الاختيار عليهم بعد ما قدمنا نفسنا الى ممثلات محترفات رفضا. ممكن استاذ صلاح العفو نقاطعك، الكلام لإيناس الآن. إيناس بدون تحفظ قبلتي هذا الدور؟ دور جريء جدا. هو جريء جدا يعني،
يعني بصراحة أحكيها، أستاذ صلاح بالبداية من طلب مني هذا الطلب، طبعا هم قدموا النص إلى ممثلات محترفات مع احترامي الكبير لهم ورفضوا هذا الدور. بس بعدين أستاذ صلاح فز علي لأنه أنا طالبة بالمعهد ويا تمارا، فأسند دور تمارا قبلي، يعني دور سوزان أسند إلى تمارا قبل ما يسند إلي دور فلورا. فجيتي للمعهد دزت علي وجيت لشركة الخليج، أستاذ صلاح طلب مني هذا الطلب. صار عندي رد فعل من البداية، وبتشجيع أساتذتي الكبار بالفانوس وتشجيع أستاذ صلاح وتشجيع زميلتي تمارا يعني. طيب كان عندك فكرة عن مدى النجاح اللي حتلاقيه؟ مثلا من قريتي السيناريو توقعتي هذا النجاح؟ توقعتي إنه ممكن تطلعي من هذا الدور بنجاح؟ أنا كنت واثقة يعني إلى درجة الثقة العمياء بنفسي إنه أطلع من هذا الدور. يمكن لأنه الفنان صلاح كرم هو المخرج. إيه فعلا، لأنه التزمني هو من البداية، وأستاذ صلاح بحيث كان يعني ما أحب أدخل بالتفاصيل أو أطيل الحديث عليكم، يعني كان في تصوير كل مشهد يعيدني إلى حالة أو يرجعني إلى حالة المشهد اللي سبقه. يعني مثلا أنا كنت في المشهد السابق بالمطعم يقول لي نفس الحالة، يعني يحكي لي على المشهد اللي تسبقها حتى أحافظ على نفس الاستمرارية أو الراكور مثل ما يقولون بالتصوير. الفتاة العراقية اللي كان المفروض أن تكون فرنسية روحا ودما ومشاعر أيضا، تمارا ماذا يمثل لك هذا الدور المختلف تماما؟ يعني بالنسبة لعمل رجال الظل أنا سبق وأن قلت هو كل روحي. أما عن شخصية سوزان فهي يعني حسيتها وأديتها بكل مشاعري، يعني شقد أمتلك من مشاعر، من أحاسيس، من دقة في التعبير حاولت أن أنطي. إضافة إلى هذا مثل ما قالت زميلتي إيناس، أستاذ صلاح عنده هذه الطبيعة إنه كل مشهد يحاول أن يقول لنا حالة المشهد والحالة اللي قبلها والحالة اللي بعدها. يعني كانت مشاعري موجودة لكن ما كنت أعرف شلون أوظفها. يعني أستاذ صلاح والحمد لله وصلنا على يعني النتيجة. في داخلهم أشياء كثيرة الفنان شافت، والبطلات يعني في داخلهم أشياء كثيرة، يعني عطاء مكبوح جماح. نعم، ولحد الآن ما توصلنا إلى استثارة هذه نعم العوامل المكبوحة، وتشعر أنه هناك وتوظيف المواقف الدرامية اللي هم استعادتها بإثارة واستفزاز أمام الكاميرا جعل مني يعني أن أفجر منهم هذه الحالة اللي شافها المشاهد. وهذه الطاقة كاملة تفجرت أكيد. وهذه أو هناك الخزين موجود؟ أكيد في عمل ثاني راح ربما يقدمون الأفضل. بالنسبة لإيناس تمارا إيناس ماشي الحال. بالنسبة لتمارا، حاولتي تشوفين فتاة فرنسية وتقلديها بتصرفاتها مثل ما يعملون الممثلات دائما؟ إيه أكيد نموذج. إيه مو شرط أن تكون فرنسية يعني بحد ذاتها، لكن أي عمل أجنبي، هاي الأفلام الأجنبية اللي نشوفها يعني يصير كل ممثل يصير عنده خزين في داخلك شيء ما تقدر تقوله، نظرة العين والضحكة الخجولة، العين والضحكة الخجولة. وما كان ممكن أنه نبدل بالأدوار بين البنات؟ آلاء تاخذ دور إيناس أو تمارا تاخذ دور آلاء، أو هو كل دور مرسوم كأنما منزل؟ هو مرسوم. احنا طرحنا هذا الشيء اعتقد استاذ صلاح تذكر. نعم. مرة نفس الجلسة يعني انا وإيناس وتمارا كنا موجودين. طرح على هذا الموضوع، فاني اول وحدة انسحبت، قلت لا اني اخذ شخصية نادية الان شكلي عراقية يعني ما اوحي غير شيء. ومثل ما تعرفون التنويه اللي ظهر بتلفزيون شباب برنامج استوديو الشباب فتح الهواتف وتلقى اتصالات مشاهدينا، وكانت لهم بعض الآراء. رح نذكر الآراء بكل صراحة. رأي يخص الفنانة آلاء، وقالوا دور أخت حسن البابلي هامشي، أو ممكن كان يستغني عن المخرج. آلاء دورك هامشي صحيح؟ أنا ما أعرف، أسأل الأستاذ صلاح شنو رأيه. هذا الرأي انطرح لأن ماكو يعني ما كان أكو أهمية لدور نادية. نعم. يعني كان أكو أهمية الأمة سعدية الزيدي، ما كان أكو أهمية لأخته. ما حاولتي تناقشين المخرج في كانت الأهمية حجم أكبر وأهمية أكبر؟ كانت تحتوي أم حسن البابلي عندما تحزن وتفرح عندما تفرح، ومن اجى حسن البابلي بلهفة استقبلته وأخوها. نعم. يقول شلونك أخويا بالتلفون. ماكو رأي بسيط ومو رأي يعني نقد. احنا منتهين بأنه البنات من خلال هذا المسلسل صار كل واحد عنده هوية،
يعني إناث ولا تمارا ولا واصبحنا امام مسؤوليه. يعني حيتموت فلورا يعني بعد 10 سنين هوية يمكن. إناث من أوقات هي بمسلسل رجال الظل وأي واحدة من البنات. بس كان نقد بسيط، هو نقد يعني هو حسن بابلي شوي ركز بالبدلة الرسمية، يعني استخدم بدلة حوالي 13 حلقة 14 حلقة. هذا سؤالك لطيف يجعلني أنا أقول يعني المفروض بأنه الجينزات رغم هو باريس، يعني هو باريس يعني شوية هذا لبس الجينز ولا يعني هي الشغلة الرسمية ظلت. هو لأنه أولا عمره ينسحب على اللبس، بعدين هو اختصاصه أيضا ينسحب، وأحيانا كنا نطلع بدلة عمل، وأحيانا نطلع في قمص، وأغلب الأحيان هذه لأسباب فنية. احنا تدري عندنا استمرارية يسموها الراكور. يعني عندنا مشهد في باريس للمثل، حسن بابلي ينزل من المترو ويمشي بالشارع في باريس، وبعدين يصعد يدخل بالعمارة ويصعد في شقته. من يصعد في شقته هو يصعد في شقته في بغداد مو في باريس، ورا شهرين صورناه. فمن نوحد اللبس خاطر لا يختلف عندنا الراكور ويتكاثر. بس هذا مركز عليه صلاح من البداية بأنه يخلي اللبس الاعتيادي كفرنسا وأي دولة أوروبية. بعدين هو متزن أساسا، يعني مو مال هي ما لها علاقة يعني هو اللبس مو يعني هي جينز قبل راح اتزانه راح هو عمره احسب عمره ايش قد يعني تقدر تقول مثلا عفوا مجبجب يعني متزن المفروض ما يسوي علاقة وياك. لا مش شرط هذه مشاعر، هاي ما عندها عمره 100 سنة. تقول ها مشاعر يعني باللبس كل شيء أجواء بأي مكان. تمارا انت بعدك تدافعين عنه رغم اللي سوى. حسن ايش لاحظت على اداء بطلات مسلسل رجال الظل؟ كان جريء، يعني خاصة إيناس نعم كان جدا جريء، يعني أقول حلو، يعني حلو من الممثلات العراقيات يقومون بهذا الدور، ونتمنى لهم التقدم والموفقين إن شاء الله. يعني عفوا المقاطعة، يعني ما اقتصر بس على الجرأة والإغراء اللي بيه مثلا، يعني على أداء ممثلة مثلا. ما تعودنا على التقييد، هذا المسلسل ما صار تقييد فيه من كل النواحي. لا عفوا دعنا من أداء ممثلة. لا في ناس تخاف ليكون كاركتر اللي ينسحب عليها انه هي جريئة فقط وبدون موهبة فنية. هذا الشيء هي تخاف من عنده. انت لو ما تكونين ممثلة يعني نقول عليك مثل ممثل نقول زينة يعني مقتدرة او مقتدرة ما تصيرين جريئة. فالجراءة صعبة، يعني واحد يتجرأ على فد شيء اذا ما يكون هو دور مركز جدا. يستمر معكم استوديو الشباب، وكل عام وضيوفنا ومشاهدي تي في شباب بألف خير. فنان رسام الكاريكاتير المعروف عبد الحسن. عبد الحسن اللي ساكت ويشتغل بالرسم دائما. عبد الحسن رسوم كاريكاتيرية تنفذ لضيوفنا في استوديو الشباب. تبدي بمن تقترح؟ يعني هم كلهم يعني ضيوف أعزاء إن شاء الله. نقترح تبدي بنفسك، لأنه دائما عبد الحسن عندما يرسم الكاريكاتير يرسم ويجسد وجهه. شنو القصة بهذا الموضوع؟ يعني أنا بالنسبة لهالموضوع هذا دام يعني يكون يمكن انتقادات بالنسبة لي هواية، سامع يعني السؤال هذا من جهات معينة. فعلا أنت ترسم نفسك؟ هو مو بالحقيقة أرسم نفسي، إنما يعني رسام الكاريكاتير دائما يعني يلاحظ الشغلات غير طبيعية بالوجه مال الإنسان أو أجزاء الجسم بالنسبة للإنسان، فيشوفها يعني غير طبيعية فيرسمها. بينما بالنسبة لوجهك مثل ما احنا نلاحظه، شوف شنو اللي غير طبيعي؟ يعني علامة فارقة. أقول يعني هي الشغلة يعني من الشغلات الغير طبيعية بالإنسان. يعني الباردة قصدك؟ الباردة يمكن بالنسبة لي يمكن هذا انتقاد يشوفون شعري شوية قليل. هي بها مبالغة مرات، يعني رسم الكاريكاتير بيه مبالغة، بس الانتقاد إذا كان هيك يمكن بعد ما أطلع من البيت يعني يقولون ترسم نفسك وبالجريدة وشغلات. فنحب نعرف الرسوم اللي أبدع برسمها عبد الحسن اللي نشاهدها الآن. أنت بالصدفة راسم بعض من ضيوفنا؟ هيثم بدنا نشوف حاتم. ويعني شفت رد فعلهم يعني إيجابي، يعني لاحظت اكو رد فعل سلبي من ناحية يعني أبطال مسلسل هي حاتنا ما بيجي رجال الظل. البنات اعترضوا. الفنانة تمارا يعني شوية مثل تهديد مسبق. طيب أنت بالغت بالرسم أو هي هذه الحقيقة؟ لا مو شافتني يمكن دابوا عليها وأرسم
يعني شويه اذا هي الحقيقه ما لهم حق، يعني بعدين احنا راح نشوف الصور. لا ما ادري تقول لي يعني لا ترسمنيش، لا اخاف ما حد يتزوجني بعد. الفنان عبد الحسن هيثم يوسف، نحب نعرف انت ايش تركز على بالنسبه لرسم الكاريكاتير بوجه هيثم يوسف؟ هو ماكو بس وجه، بس راس ما شاء الله. بس لا هي الفكره ما لا الفكره حلوه. يعني هو مباشر ويا الرجل الكبير، يعني شويه يمكن نظره قليل ونظارات لابس. شنو قصدك؟ على اساس تغني مع هذا حلوه تغزل، فهو يعني يقصد علي، يقول لك شنو قصدك يعني؟ وشنو قصدك فعلا هيثم عيونك حلوه؟ الرجال كبير للبنان، نرجع للاصل. عيونك حلوه، هي اغنيه مجرد اغنيه تغزل بعيون بنيه حلوه لا اكثر ولا اقل. بس فقط. بس الفنان عبد الحسن حاتم العراقي، اذا ردت ترسم وجه حاتم العراقي هو رسمي يعني هو يعني هذا السؤال يعني قبل ما يعني يطلع من الجلسه اللاعب على كاظم، فكان يمكن كان ببالي قبل ما ارسم، يعني المهم هي اول مره فكره بعدين واحد يجسد يعني جسدها على الورق. نعم. يعني كموضوع يعني كان ببالي يعني هو نفس هذا المقطع، يعني ولو يمكن هو دارمي يعني تغنيه اليه. هو مطرب يعني مشتركين بالصوت. نعم. ويحس اكو علاقه بينه وبين علاء في راسم وصوره، علاقه وثيقه، علاقه حميمه. شلون تغني اخويه؟ شلون تغني هذا البيت الدارمي؟ او شو جاوب عليه بغناء؟ من هو كتابتك يعني هذا البيت دارمي؟ اي يعني هو سامع وانا كاتب. سامع له كتابتك. لا انا سامع. شو يقول الفنان عبد الحسن؟ شو يقول من تنفرد يعني بالقول؟ هو يقصد حاتم يقول العلاء من تنفرد بالقول بس انت قدها. نعم. يلا ضربتك صاروخ ما حد يصدها. هاي شلون جاوب عليه بموال حاتم؟ صاروخ. بويا من تنفرد. نسمع جلال صباح. أحل مسامرك والقاك شلقاك، شر المحشر حلاوة شوق ما بي، ويمر صيفك صبر وتنطر اشتاق، تبيعك عزتك وبروح انا شريك، ابد ما سامرتني الاهل ولا ليل انطفى بليل المواعيد، إلك كانت يا حلو الطرود يا، إلك كانت حبيب الروح يا، عجب تبغل علي أنا بجية العيد شلون أذكره من يجلي من يجلي واغني اسمك مواويل اسمك مواويل، وذكرك من يجلي يا للي يا للي يا من يجلي، واغني اسمك مواويل اسمك مواويل، مساهر واحسب نجوم 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 لي الهموم بهم مساهر واحسب نجوم نجوم لي الهموم بهم، انا مولا ما يجيني النوم لا ما يجيني النوم، ما خلى السهر حيل السهر ما خلى السهر حيل السهر. تسلم، شكرا لحاتم، شكرا. اللي رافق بالعازف صباح القريشي، وهو الملحن شو نقول الملحن الخاص يعني؟ لا ماكو خاص، بس صباح اخويا بحبه. نعم قريب روحية حاتم. واللي لحن كم من الاغاني؟ وكريم النجس، وبهذا العمل الشريط الجديد اللي راح ينزل بالعيد نزل 4 أغاني. نعم. صباح القريشي،
تلحن لفنانين آخرين غير حاتم منهم؟ جميع. أبرز ألحانك؟ أبرز الأغاني كانت لعلي العيساوي يعني 3-4. أي أغنية بالذات اللي انعرفت جدا؟ زنزانة. نعم. أشرطة يمكن 94 95 و96. كانت. لهيثم يوسف؟ لا لهيثم. لحد الآن؟ لا لحد بس إن شاء الله. شو عجبك تلحن لهيثم يوسف من أغنيات اللي سامعيها؟ شو كنت تتمنى لو تكون هي الأغنية اللي أنت وضعت ألحانها؟ حنيت لك يعني. لا اي حنيت. هاي لازم تغنيها. لا هو قال لي حنيت لك حلوة. هو تزعل. ايوه هو يعني هاي من وخاف ما يعرف يعزفها. لا مو هو تقولين عن لا بالعكس. إذا تعرف تعزفها أكيد يعني فحتى تنطينا الدليل. ليش ما هو يعزف؟ لا نسمعها بصوته. يلا هواية تزعل. يعزف هيثم ويعزف يغني صباح القريشي ممكن؟ شلون؟ العزف عليه. يلا فين حنيت لك؟ لا هواية تزعل. حنيت لك. احنا حنيت لك. لا هواية تزعل. هواية تزعل. ناخذ هذا المايك. هواية تزعل ولا حنيت؟ لا هواية. أكيد؟ منا هواية تزعل مني انت، هواية تزعل مني انت، لو حكيت وياك تزعل، هواية تزعل مني انت. لا حافظ هيك. حيرتني دمرتني، حيرتني دمرتني، حتى نجم الصبح شفته، هواية تزعل مني انت، هواية تزعل مني انت، لو حكيت وياك تزعل، نقضى خاف العمر سكنة، حيرتني سهرتني، حيرتني سهرتني، حتى نام الصبح شفتها، بتزعل قولي شي بإيدك غلط عمري، انت تدري انا اريدك، انت تدري، بتزعل قولي شي بإيدك غلط عمري، انت تدري انا اريدك والله تدري. شكرا. إلى أن نحضر أغنية متفائلة بالعيد وننسى حيرتني وهذه الكلمات المأساوية هيثم، نرجع إلى بنات رجال الظل البطلات ونشوف منو اللي أداها أفضل، صباح قريش أو هيثم. ما عندكم رأي؟ لا يعني تأكيد انه هيثم لانه ما هي، لكن اكيد يعني هو حس الاغنية. لا اداها بحس حلو، لكن كأنه صوت حاتم العراقي، كأنه صوت، لأنه الملحن دائما يرتبط بالمطرب المفضل، يمكن عندما تسمع اللحن لحاتم راح يأديه بعده. لا هو بالتقارب، بالنسبة لتقارب الأصوات بين صوت وصوت حاتم هذا مو يعني شيء أنا دا أقل صوته أو هو لا مو شرط، لكن قريب من الروحية اللي دا يغني بها هو. صحيح. حتى أغلب الألحان يعني تكون بسيطة، يعني هو يعني يحس بها مش شريف. حاتم اكو مثل الموضة تصير بين مطربين الشباب، اي مطرب يؤدي مواويل حاتم يقول انا اقترب من روحية حاتم او اكيد انت ببالك اسماء من هذه الاسماء. اي مو ببالي بس الناس هي تعرف هذا. انا ما اقدر احدد فلان او فلان. مثلا ما اقدر اقول بس مثل واحد او اثنين. طيب شو يغنون اغانيهم؟ الحمد لله مثل كل واحد له مثل جمهوره او طريقه الخاص اللي هو يعني الساير بهذا الطريق. نعم.
اللي يقلده او اللي يمكن يمشي ورا هذا الشيء. طيب انت ما قلدت احد بهذا الطريق، يعني انت كنت الاول؟ مو قصة الاول، بس انا يعني هذا يعني هاي يعني ستايل ما يشعلني او لوني. سمعت من بي خلينا نقول بمن يعني سمعت من قد هذا اللون وبعدين انت قمت تأديه بعده. وانا بالبداية يعني بديت بكلام جديد. نعم. يعني مو قلدت مثل جبت كلام خلينا نقول بمن يعني سمعت من قد هذا اللون وبعدين انت قمت تأديه بعده. وانا بالبداية يعني بديت بكلام جديد. نعم. يعني مو قلدت مثل جبت كلام واحد او شيء، كلام جديد. وانسان يعني يحس بنفسه عنده ذيك القدرة اللي يقدر مثل هذا الكلام يوظفونه على لحن جديد. نعم. ويمشون بأغاني جديدة، فمشت هذه صار لون يعني خاص. حاتم لون إله، هيثم لون إله. مو فقط لون، حتى مفردات خاصة بحاتم العراقي، يعني الكسر بنهاية الكلمة، ظنوني ظنوني مثل يا راحلين أو يا حارمين، يعني أختارها أنا اللي عذبني حبيبي، يعني أختار هاي المفردات تكون توصل للناس نعم بسرعة يعني. فالحمد لله قدرنا نوظف هاي الشغلات ومشت الحمد لله. إن شاء الله ماشي. حاتم العراقي لحد الآن حياتك الاجتماعية ما غطيناها بشكل مفصل؟ لا الحمد لله يعني قايلها بأكثر من لقاء وأكثر من مجلة لا الشيء الجديد اللي ما عرفنا لحد الآن؟ لا ماكو شيء. ما طرأ شيء جديد على الحياة الاجتماعية؟ أبدا. يعني راضي عن احنا حتى نهني بالعيد صحيح؟ ونقول لكل العالم أيامكم سعيدة وإن شاء الله يعيد عليهم بالخير وبالسلامة إن شاء الله. واللي يريد يبارك لك شو تقول له؟ يريد يبارك لي؟ ذاتك السعيدة الخاصة. أقول له شكرا. ويوم لكم. يوم لكم إن شاء الله. نرجع إلى شاكر حسن الملحن الموجود واللي ألحانه سمعت وأخذت مديات واسعة. شاكر حسن هو ملحن الألحان اللي انعرفت مثل تسمح لي تغزل بعيونك، مثل مشغول، خط القلب اللي كانت أقوى منها انتشارا. شاكر وين وصلت الآن في ألحانك؟ في ألحاني اللي هي ألحان جديدة بكاسيت حاتم جديد، أغنيتين من كلمات الشاعر عدنان هادي، أغنية حبيبي مرتب شلونه، أغنية ثانية خليجية أيضا هيثم يعني مرتب؟ كلهم مرتبين. وكاسيت أيضا جديد جلسة بها أيضا أغنيتين جديد. نعم. لحنت لي هيثم يوسف أيضا؟ وزع لي 3 أغاني. صار تعاملي بالتوزيع. حنيت لك وزع، حنيت لك وبعيد أبقى بعيد وبيش أشويك. نعم. يعني هيثم يلحن لنفسه. لا هي حنيت لك ألحان أحمد حسن. نعم. بس وزعها شاكر. بس في المستقبل عندنا أعمال جديدة ألحان توزيع شاكر. إن شاء الله. الأغنية اللي تكون ألحان هيثم يوزعها شاكر حسن، وشنو الفرق بين اللحن والتوزيع؟ الملحن طبعا مو بالضرورة أن يكون موزع، لأنه التلحين هي موهبة عند الفنان تكون عند الإنسان، بينما التوزيع هو دراسة خاصة يعني، حتى دراسة غربية يعني بحتة. والملحن ما يقدر يوزع بنفسه. الملحن دارس يعني إذا يكون دارس الملحن يعني يكون دارس. أكو ملاحظات يقدر يعطيها الموزع بس مو شرط لازم يوزعها مثلا موزع دارس في هذا الشيء. اي مثلا هي مسألة ذوق تكون. أغنية حنيت لك الصولو الموسيقى، رغم انه انا وزعت العمل كله بس الموسيقى اختارها هيثم. تبقى. قال هاي الجملة حلوة ان تكون ابرز اغنية لحنتها لهيثم وزعتها لهيثم يوسف. حنيت لك بعيد وبيش تشويك. دائما الحانك تاخذ صدى، ليش؟ يجوز لانه جديد. ايه اكيد. لا مو التوزيع ماله تكون روحية اللحن روحية اللحن يتجه نحو الألحان العربية، ألحان الشرنوبي، المقسوم يسموه. يعني شاكر صار شاكر يعني يوقف بالعمل، يعني من بداية مثل ينطل لحن هو اللي يوزعه. نعم. هو اللي مثل يشرف على الموسيقيين، هو اللي يعزف الإيقاع ماله نفسه. نعم. شاكر يعني بيده هو اللي أنا هيك التوليف. دقة. تشوفين يعني شغله دقيق جدا. نعم. والحمد لله أنا يعني عندنا هيك فنان. نتمنى يكون أكثر يعني أكثر من هذا العدد. بالوقت اللي نقول الحمد لله نخاف لا يكون سر النجاح هو اقتباسات أخرى من ألحان عربية. لا. أنت متهم على فكرة كثيرا بالاقتباس. هو دائما هيثم يعرف بباله طبعا لكن ما ادري يقول. متهم يعني دائما يعتبريه هذا انسان ناجح. مؤشر نجاح. ناجح. هي ضريبة النجاح. لازم يقول لك ماخذ منها. نعم. ويا ناس اللي يشوفون عمل متكامل. يشوفون اغنية تركية ويا ما لها اي اساس. ما لها. هو مجرد اشاعات وحكي. لكن غير يا ناس ايضا كانت تركية. انت ليش ذكرتنا بالموضوع؟
لا مو هو الحكي احنا على الحكي غير اغنيه لهيثم يوسف كانت تركيه، انت سمينا اياها. انا ما عندي اغنيه الحمد لله، الحان والحان بين ما اتذكر معروفين. لا انت ما تتذكري يعني شلون طيب؟ دقيقه ماني اعرفها ترى. شاكر حسن، اللي شبه الكبير براشد الماجد ما حاول المطرب راشد الماجد، صحيح يشبه؟ تقريبا اي صحيح. هذه شغله البنات اكيد، بس هناك عقال هناك بس الفورمه. انا يعني مهيئ انا والشاعر عدنان هادي هيئنا اغنيه ان شاء الله اذا التقيت في سفره قادمه ممكن انه يكون تعامل بيناتنا. على فكره الفنان الكاريكاتير رسام الكاريكاتير عبد الحسن انتهى من رسم تمارا واني شفتها ويمكن 100 على 100 هالمره وبدون زعل، يعني ما بيها اي شيء. جميله جدا، لكن هسه ممنوع نشوفها. هسه ممنوع نشوفها. والفكره ما حاتم فكره حاتم معقوله يعني تاخذ افكار غيرك وتجسدها على الورق؟ لا بس هو ما يعرف شخصيه اعمال ملامح عشان الكاريكاتير اذا ما يعرف الفكره يعني شنو طيته؟ يعني نفس الفتره اللي انا بها بالتلفزيون يعني المسلسل. نعم. اكون بالجريده يعني دائما بين دوام مالي بالمساء، فيعني ملاحظ يمكن يعني قليل كلش من الحلقات وما عندي يعني فكره يعني او ما اشوف يعني. لكن حاليا تكونت الفكره، راح تشوفيها واكيد فشي مرضي. شاكر حسن، نسمع شيء لراشد الماجد؟ اكيد متاثر به. لا ما شبه دي عرض يعني ما لي دخل. شكرا لراشد الماجد. شكرا شاكر الماجد. شكرا شاكر الماجد حسن. خلال الاتصالات الهاتفية اللي تلقيناها عبر مركز الاتصالات كان نعم اتصالات تهني حسن بحياته الخاصة على وين؟ على حدث سعيد في حياته الخاصة وهو مناوي يقول لنا اياه. خلصت؟ هيثم هم انضمت. هيثم ايضا. بس حاتم المرة الثانية مو؟ نعم، هيثم ما دخل العش الذهبي، فقط خطوة أولى. يا ريت. وحتى لا يخفى شيء على مشاهدي تلفزيون الشباب، نحكي لهم بصراحة، نتحدث لهم حتى يفرحون ويانا. احنا دا اكو شيء يعني نقوله ما نخفى على جمهورنا. هو دا اكو شيء يطلع. هو يطلع. هو لا اكيد نكون سعيدين. لا الحمد لله يعني أول المهنئين. صدق. مو قصة شيء يعني اقول الحمد لله انا سعيد بحياتي مع زوجتي ام احمد واطفالي، والحمد لله والشكر يعني اقول ما ابدلهم ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ما قلنا بدل، احنا قلنا اضافه. ماكو هناك اضافه. يعني هو واحد اذا يضيف يعني يبدل يعني ينسى. هي مو انت على اضافه لازم يبني. قابل يبدل ماكو. تمارا تحب تقول الهيثم مبروك؟ على شنو؟ مبروك؟ على شنو؟ ما ادري. الله يبارك فيك يا مان. ناس بالتاكيد تعرف وساكته لانه هي بالموساد الاسرائيلي. يعني ما اريد ابدا احرجك. فكرك يعني اكو شيء؟ اي اكيد اكو شيء. اي قالوا خاطب. لا قالوا يعني الخطوبه حرام؟ لا مو حرام بس هو دا يسويها حرام يعني. لا بالله. آلاء اللي هي بمنطقة هيثم يوسف بنفس المنطقة ساكنين.
نسبته كيف هي؟ تقولي؟ يعني هيثم اعترف، تعرف ليش؟ لان مهما يكون المطرب من نسمع انه خاطب او متزوج، يعني على اساس البنات بعد ما راح يحبون، نعم، ما راح يكونون له معجبين. نعم، هذا مو شرط. يعني لما يجي يوم من الايام يتزوج، يعني هي قسمه، يعني الانسان لازم يتزوج، لازم يخطب، فما تبقى هيك يعني. مو شرط. احنا ان شاء الله نقول، بس ما فيش حكي. بس انا اقول مبروك. يعني هم خبروني هوايه على الخاطب بس ما فيش حكي. هو هذا الشيء تلقيناه من مركز الاتصالات، لهذا دنلح احنا مصرين لانه لا ما فيش. غشش لنا اياه احد كان قال لك لا ما فيش. واحنا بنفس الدعايه ما بطلات رجال الظل، انتم من هجمتوا على هيثم يوسف احنا نقدر نعوض لكم، نرد لكم الهجمه. بطلاتنا نقدر نعرف مواليدهم حقيقيه؟ 31/1/1980. شافوا المشاهدين 1980. نعم. تمارا بس ما حدثتي وراها. 95. لا اكبر من عاني. 21/2/78. 78. لا 29/9/75. يمكن السنة صادف يوم 2 يعني. تمارا بالنسبة لي عملت في مسلسل الغرباء، كان لذيذ أكيد لأنه نخبة شباب، والمخرج أيضا لأول مرة يخوض تجربة الإخراج الدرامي. بالنسبة لاختلاف الغرباء عن رجال الظل، احنا نعرف ماكو المقارنة ما لها مكان، لكنه بالنسبة لإحساسك أنت يعني أكيد هو مثل ما قلتي، لكن بالنسبة للغرباء باعتبارها أول تجربة إلي كبطولة، يعني ما أعرف شلون أحكي عنها لأنه كلش أحبها أنا الغرباء، شيء خاص مثل وإضافة إلى هذا أنه من بها كنا شباب. نعم. فنقدر نقول أخذ يعني من الجمهور شيء، يعني الناس كانت تتباوع لها، تترقب يمان، تترقب حمندلي، تترقب عذراء، تترقب سين وصاد، لكن اعتيادي اكو اختلاف جدا 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 كبير بينها وبين رجال الظل. يعني رجال الظل شيء والغرباء شيء ثاني. بالنسبة لإيناس فلورا، ما تشعرين هناك مسؤولية على عاتقك راح تكون كبيرة جدا في اختيار الأدوار، ويمكن تنتهين حاليا، يعني ما ممكن تختارين أي دور قادم. أكيد أنا مسؤوليتي الآن جدا جدا صعبة، وخصوصا في اختيار الأدوار مثل ما تفضلتي حضرتك ومواجهتي للناس، يعني مسؤولية مو سهلة. هيثم يعني يقول أنت انتهيتي حاليا لأنه ماكو دور يشبه فلورا. لا إن شاء الله، يعني أنا عندي الآن عمل آخر في مسلسل حكايات المدن 3 الجزء الثاني، أيضا دوري بطولة، راح يكون بالضبط كونتراست ما بين الشخصية. نعم. يعني ما بين شخصية فلورا وما بين شخصية ألمازة اللي هي في مسلسل حكايات المدن 3. شلون تكون ألمازة؟ ألمازة يعني براءة، طفولة، طيبة، حنان. وشلون كانت فلورا؟ فلورا ما تشبه أبد تصرفاتك وشخصيتك الحقيقية؟ نهائيا بعيدة عني. شلون قدرتي إذا نجسديها؟ أكيد هناك تشابه في مكان ما. لا مش شرط، هذا ممثل يعني ممثل. ليش يسموه ممثل عفوا؟ المخرج شلون يختار البطل إذا ما يكون هناك ينطي حتى شبه بالشكل. هو الاختيار فيما بعد تكون قدرات الممثل على استيعاب الدور وتجاوزه للمحن اللي داخل الدور، وإيصال الحالة والموقف الدرامي إلى المتلقي بشكل مقنع. إذا كانت فلورا وألمازة، لربما تشوفيها في ألمازة مقنعة في دورها في البريد، لكن المشاهد ما راح ينسى ابدا فلورا. وهذه لا عفوا المقاطعة، يعني استاذ صلاح من نطاني النص لدور فلورا قال لي انت عهد علي انه راح تبقي لي مدة 10 سنوات محفورة في اذهان الناس، وهذا اللي صار، وهذا ضدش طبعا لانه ما راح تاخذي راحتك في اي دور قادم. لا بالعكس، يعني اني قيم شطارتها وادائها. لا بالعكس، اني فيني انه وصل للناس. يعني هيثم يعتقد انه هي ممكن تأدي بعد ادوار مختلفة نظرا لموهبتها. دور فلورا نقول صعب شوي بالنسبة لها. نعم. وادتها يعني اكيد الادوار بتكون اسهل. بس المخرجين راح مثل يشوفوا مثل الدور الصعب، مثل من اللي يقدر يأدي، يسندوا اللي ممكن اللي قدها، يعني اللي عندها مقدرة. نعم. استوديو الشباب في العيد السعيد مثل ما يرحب بمشاهدينا ايضا بضيوفنا، منهم المصور الفوتوغرافي كريم جعفر، المصور اللي كان لاعب سابقا، لاعب منتخب وطني، لاعب منتخب وطني ويتذكروه طبعا. طبعا اكيد. هيثم كان معجب هيثم لانه رياضي.
كريم جعفر، شنو الربط بين كرة القدم والتصوير إلا إذا كنت مصور رياضي؟ الحقيقة أي لاعب كرة قدم عندما يترك كرة القدم يعتزل، يمكن أعتقد الإخوان يعيدون الرأي، ما أعتقد يقدر يتركها، فيحاول يعمل بمجال قريب لها، يعني مثلا حكم، مدرب. شنو سبب الترك؟ الإصابة كانت، فحقيقة يعني عز علي أنه أترك الملعب، فردت أكون قريب جدا إلى اللاعبين، فاتخذت مهنة التصوير الرياضي فوتوغرافي، يعني مهنة لي. لكن اللي صار انه انت تصور مسلسلات وصور فنانين ايضا. نعم. يعني ما تحجمت فقط بالرياضة. اكيد يعني مسلسلات ما اصور لا. بس هاي صور تقصد اثناء؟ لا هاي مو لي، بس صور مال الاخوان حاتم وهيثم. نعم. لي يعني، وهذا السؤال يمكن توجهي الهيثم وحاتم انه ليش اختاروني انا اصور. دائما حتى بتصوير الاغاني ونجيب عند ارشيف خاص عندك تفتحون العدسات. دائما يعني اكو صوره تشوفيها تعرفين راسنا تحسيها بين صوره كريم. شلون؟ عنده تشيء روحيه خاصه بالتصوير باختيار اللقطه. يعني احنا نقول مثلا يعني يبوق اللقطه. نعم. يعني مو قاعد مقابله اقعد وخلاص لا. نعم. دائما يحاول يسرق اللقطه اللي اي حركه مسويها المطلق خلال تصويره او خلال حتى يعني اي شغله يسويها. وهي الخبره من خلال الرياضه، يعني اللاعب من هجوم او هجمه وفشي لازم يكون متهيأ. يعني هو ضبطت النت مالته كلش سريعه وسرعه بديهيه عنده. نعم. اتخاذ اللقطه المناسبه بمكانها المناسب. نعم. وهذا الشيء حلو. كريم جعفر، عندما مارادونا هدف بايده. نعم. كان ممكن يسيطر على هذه اللقطه اللي احد المصورين الشطار فقط التقطها؟ والله هي مشت على الحكم طبعا. شغلات يعني نعم. ما في سر يمكن اصعب منها. مثلا بالدوري العراقي يعني كان صور كثيره يعني. بس يعني مو مساله عنصر الحظ يصير بها. هي اكيد عنصر الحظ يلعب دور اساسي، بس المصور الزين مفروض يعني عين على العدسه يعني كاميرته يعني ما تفوت هيك لقطات. نعم. اضافه الى هذا احنا بالكاميرا مالتنا موتور درايف، يعني يحاول يصور اكثر من لقطه بالثانيه. نعم. يعني تقريبا لقطتين الى 3 لقطات بالثانيه الواحده. فالمصور الزين هو اللي. طيب كريم جعفر، عندما يلاحظ وجه المقابل اللي مطلوب تصويره ويشوف بيه عنصر جمال، عنصر قبح، ويتلافى، نحب نشوف ضيوفنا شو تحب تركز من خلال ملامحهم. مثلا نبدأ بآلاء، إذا حبيت تصورها شو راح تركز؟ يعني يركز، اترك عيونها لأنه لسبب. لا بالنسبة للبنات يصير يعني التركيز على الوجه أكثر شيء. نعم. يعني بورتريت الوجه خاص، فأكيد يعني المصور له فد حس معين يعني خلق مكان زين للتصوير، بالإضافة إلى دراسة وجه الشخص المراد تصويره. أنت ما تريد تقول لنا العناصر القبح والجمال؟ لا هي نسمع أغنية بين ما تحدث الملامح، ونحب نسمع من كريم جعفر نفسه، لأنه صوته عندما يتحدث صحيح قرار أو شيء رخيم. اي عنده. إذا هو يغني أيضا، يعني لاعب ومصور ومغني، خلينا نقول مطرب. تغني لي حاتم. والله أنا العفو إذا تسمحي لي، يعني أخاف أغني وتخرب القعدة. لا أرجو أنه تعذروني هذا الشيء، أحاول أهل الإخوان حاتم أو هيثم. لا أنا أضمنها. زين ليش ما تغني تخلصين من هاي الشغله؟ شاكر اسف فيها. انت غني وانا اصورك. مو انتم كل واحد هسه كله براس هيثم وحاتم ولا؟ صحيح. شغلتكم يعني. احنا نريد لا ما تعتدون. واحنا استوديو الشباب ما يحب الاشياء العاديه طبعا، ويحب نعم هو هذا التقليدي، هو هذا اللي اريده. فنحب يصير تبادل بالادوار، واي شابه ممكن تغني. فنان صلاح اكيد يعرف من خلال تصوير. يعني هذا دفاع. هي بتغني ايناس وشاهدناها ايضا تغني. هو استاذ صلاح لازم يخلي واحده من عندكم تغني، لانه هو راح يغني المسرحيه دوبلاج. نعم. المسلسل ايضا غنى. بالمسرحيه. لا بالمسرحيه صوتي. طبعا نحييها على هالقدره. طبعا
وإذا رجعنا إلى الأسئلة الموجهة لحاتم ولهيثم من مشاهدينا الكرام عن طريق رقم الهاتف اللي يطرح، حابة يوجهوا مجموعة من الأسئلة. بالنسبة لهيثم أطرف سؤال وصلنا من أحد المعجبين، مو المعجبات، المعجبات دائما راضين عنك صحيح؟ المشكلة بالمستمعين. أحد المشاهدين قال هيثم يوسف فاجأني بكاسيته الأخير اللي أنا كنت متلهف لسماعه، فاجأني إنه كلها أغاني معادة أو هي حفلة، بالأحرى فقط أغنية جديدة واحدة. أنت اللي تقولي هي حفلة أصلا، يعني هو نزل كاسيت إعلان عن حفلة خاصة لعام 97، من ضمن هاي الحفلة غنيت أغنية جديدة شي يصير اللي هي من ضمن كاسيت جديد أشتغل بها السحابية. شي يصير الندم؟ شي يصير لو نمشي سوا. كلمات الفنانة زار جواد والحاني، وهي أغنية من مجموعة 7 أغاني بالكاسيت الجديد اللي حاليا دا أشتغل به، وخلال شهر إن شاء الله يكمل. الحانة لشاكر حسن؟ لا شو يصير الحاني وكلمات نزار جواد. الكاسيت يتضمن 4 من أغاني الحاني ولحن الليث يوسف اللي هو أخويا، ولحنين الحازم فارس، ويضم شعراء نزار جواد وغازي السعدي وغانم الكعبي. أجمل فكرة غنيتها في إحدى الأغاني الجديدة. شو يصير؟ شنو فكرتها؟ يعني هو هي دائما متعودين على الكلام العراقي، بأنه مو العراقي بصورة عامة، الهجر أو نتباعد أو ما يعني. بس هالأغنية الأستاذ نزار كتبها بصورة حلوة عجبتني جدا. هي كلامها يقول شو يصير لو نمشي سوا والناس تعرفنا، احنا حبيبين وخلص والحب ثالثنا، نحلم مثل ما نريد ونخلي ايد بايد، يكفي حبيبي بعد نكبت مشاعرنا. صحيح، يعني هي عكس صارت. إذن أجمل لحن هذا كلهم أنت خليت ألحانهم فكلهم عزيزين عليه؟ لا مو كلهم، بس هي تبقى على الجمهور ورأيهم. أجمل أغنية تغنينا إياها حاليا؟ أجمل أغنية ما أعرف كيف كنت من الكاسيت الجديد اللي ما نسمع بصورة جيدة. كاسيت جديد، كاسيت نزل قصدك؟ هذا حفلة، نقول حفلة. لا الكاسيت جديد. كاسيت جديد. شي يصير لو نمشي سوا والناس تعرفنا، احنا حبيبين وخلاص والحب ثالثنا. شي يصير لو نمشي سوا والناس تعرفنا، احنا حبيبين وخلاص والحب ثالثنا. نحلم مثل ما نريد ونخلي ايد بايد، نحلم مثل ما نريد ونخلي ايد بايد، نكفي حبيبي بعد نكبت مشاعرنا. إذا هذا الكلام صحيح ليش تكتم خبر الخطوبة بهالشيء؟ تجسد اللي دا تقوله. ما أبدا. في الوقت اللي كريم جعفر يوثق هذه الجلسة، يريد أن تتوثق صورة جميلة ويلتقط صور من أي مكان تريد وبأي زاوية تعجبك. تفضل أخذ راحتك، وصور منفردة ريد وصورة جماعية، أكثر من صورة جماعية. نحب نعرف جديد حاتم العراقي. إن شاء الله عندنا كاسيت بالعيد ويضم 8 أغاني من ألحان شاكر حسن وصباح القريشي وحسن فالح وعباس غيلان وضياء الدين. ولا ضياء الدين ما يعرف هذا الشريط، ما راح يشارك أبدا ضياء الدين. لا إن شاء الله عندنا أغاني جديدة في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. وكتب كلمات الأغاني عدنان هادي وخضير وحسين الشريفي وعادل محسن وحيدر كريم وعلي العتابي. مواويل جديدة يحتوي هذا الفريق. مواويل كتب من سمير صبيح
سمير صبيح وعادل محسن. متميزة عن المواويل السابقة؟ متميزة زي ما أكون متميزة، بس الكلام اللي يختلف هو الكلام المعبر الجديد. أنت تعرف أن المشاهدين دائما يرتاحون يسمعون لمواويلك، وإحنا أيضا خصوصا في العيد أيضا، فاستختار أن موال مو محزن. ولسه مو موال حزين، هو ضيم. يعني ليش ضيم وقهر؟ خصوصا هيثم يوسف حتى لو أغنية حلوة تجنن ومفرحة صوتها حزين ونبرته حزينة اللي هو يتفوق به. لا تزعل، هي ميزة يعني ميزة لهيثم يوسف. نعم هو اللي يتميز ويتفوق بيها. نعم ليش زعلان هسه؟ لا ليش زعلان؟ حاتم شو اختار لنا؟ يعني واحد مفارق البلد مالته والعراق ويرجع، أول ما يرجع يقدر يسلم على البلد. مرحبا شلونك حبيبي، مرحبا شلونك حبيبي، شلون دجلة والفرات، أسألك وانت بعيوني بداخل بروحي تبات. مرحبا شلونك حبيبي، شلون دجلة والفرات، أسألك وانت بعيوني بداخل بروحي تبات. يا حبيبي الما أمل منك أبد، يظل غريب العاش عمره بلا بلد. يا حبيبي الما أمل منك أبد، ويظل غريب العاش عمره بلا بلد. انت ابوي وانت امي وانت معنى الحياة، يا حبيبي يا حبيبي يا عراق. فتحت عيني وانا بحضانك انت، وكان اول وجهك انا شفت. فتحت عيني وانا بحضانك انت، وكان اول وجهك انا شفت. علمتني الكبرياء بلا غرور، وعلمتني شلون عطا مهدور، ومن بحر حبك حملت قصتك. يا حبيبي يا عزيزي يا عراق. هذا الموال من كلمات خضير هادي. دائما نتمنى أن يكونوا مشاهدي تي في شباب ويانا ويستمتعون بهذا اللقاء اللي نرجو أن يكون جميل، خصوصا إذا غنى لنا هيثم يوسف شيء مفرح. لكن على فكرة قبل أن تبدي بالغناء، هيثم يوسف دائما أو أحد المشاهدين اللي اتصلوا بنا تذكرت هذا السؤال، قال إنه هيثم يوسف في كل أغانيه يخاطب كأنما يخاطب شخص معين هو في باله، شخص وهمي أو حقيقي ما نعرف. هي مو المفروض لازم هيك. نشوف عبد الحسن رسم الكاريكاتير ايش نفذ لحد الآن؟ بنات. يا الله يا الله ما تتخبى. هاي منو هاي عيني؟ صافة جل هواي. خيشوف خيشوف اسمه من قريب. بدون بتشي بنات احنا ما نمثل. ليش تحكي خيشوف؟ يا لبل. هنا فلورا جميلة جدا. خلاص جدا يعني خلاص امشي على البسمار. شنو هاي؟ على فكرة هذه أفكار حاتم وهيثم. زين شنو ليش حاتم؟ زين هاي شنو كتير؟ البسمار مالتي ترى. شنو هالبسمار؟ علقت في شعرها. زين هاي شنو جمجمة بالكراتشي ما أعرف شنو؟ اي مو انت من البداية حضرتيني يعني. من البداية حضرتيني. خلينا بالبرنامج وبعدين. حسابك بعدين ظاهر. لا والله يعني. شنو يعني حركة ايش تقصد؟ اي شنو هاي السياق؟ اشرح لهم. تمارا. زي اللي هي فلورا. ايناس. مو معزتنا فيش كتب خلص. خلاص لا تمارا. لا في الفيديو الشباب هو تبدي الحسن يمكن. ايناس خلاص. عرفتي؟ تبدي الحسن. زين هذا راجل ايش؟ مو ما رقص. شافها؟
خلاص يعني لو ما نوصي ومحضرين يكون احسن. نشوف لا لانه بقت هذا انت راح تحصل على احسن نتيجه. طبعا هو الرسم بسرعه يعني ما بيفد شغلات تقنيه يعني. نعم عندك هنا نشوف آلاء خلاص صار راضين الكل. يمكن النتائج مثل تتوقعوها جميله جدا. يعني شيء ما صحيح. احنا في استوديو شباب وهذه الحلقه الخاصه بالعيد نحب نستغل الاستغلال الامثل وجود حاتم العراقي. كنا نعرف والمشاهدين ايضا انه استغلال امثل استغربت منه. انت شايف. اهلا بك اهلا بك. المواويل اللي يبدع بغنائها حاتم العراقي مثل ما يتفق الجميع على انه هي اجمل شيء يحبون يسمعوه من حاتم. احنا ايضا نحب نسمع منك في هذه الجلسه موال جميل تختار ايضا حتى نرجع الى غير امور، وهالمره مو امور اجتماعيه ولا يهمك. لا ان شاء الله. يا صباح. يا ويلي يا ويلي يا ويلي إذا أنت تعبت وياي مرة تراني وداعتك كل أمر متعوب. إذا أنت تعبت وياي مرة تراني وداعتك كل عمر متعوب. وإذا عندك دموع تبكي العيون أنا دموع اللي تبكي القلوب. يا غزالي الماي من عيني عذيب قربي ويشرب من ماي العيون. قربي ويشرب من ماي العيون. يا غزالي الماي من عيني عذيب قربي ويشرب من ماي العيون. قربي ويشرب من ماي العيون. أو عذريني لو حصل مني ذنب ويعذريني لو حصل مني ذنب. أحلى شي في الحب يا حلوة الجنون قربي ويشرب من ماي العيون. قربي ويشرب من ماي العيون. شكرا حاتم. موجود مع هيثم يوسف. دائما المطربين يحبون يأدون أغنيات لغيرهم مثل أغنيات لأم كلثوم لعبد الحليم حافظ. شوف أغنيات لكاظم الساهر أيضا تؤدى بشكل كبير في أجزاء الوطن العربي. بالنسبة لي حاتم وهيثم ما حبوا يأدون شيء من هالقبيل؟ أنا بالنسبة لي أحب أسمع هواي أسمع بس ما أحب أغني ولا لأم كلثوم؟ إيه وايد يخلدون صح. في الوطن العربي مثل أي أغنية؟ شلون يعني؟ أغنياتك ترددت؟ هالوقت هواية تلفونات جتني ولا أنا مستغرب على السؤال لأن هو أصلا السؤال غلط بأنه أغنيتك هاي أغنية هذا المطرب الطلع اللي هو كان حسام إبراهيم حسام مار. يسألوني بأنه حان الوقت أغنيتك أنت ما أخذها منه لو هو ما أخذها منك. أنا غنيت مهرجان بابل سنة؟ أول عام قبل سنتين يعني الخامس كان يمكن السادس ما بالضبط. هي مبينة قبل سنتين ثلاثة وهي الأغنية هسه طلعوها أغنية عربية طلبات. فيخابرون يقولوا هاي أغنيتك يعني أنت ما أخذها من عنده هو ما أخذها من عندك. ما يحتاج سؤال لأن هي كلمات عراقية مبينة واضحة وكلها تعرف ألحان هيثم. حكيتها مهرجان بابل كلمات نزار جواد وألحان وتغنت من مطرب سوري اللي أردني ما أعرف بالضبط. طيب إذا ما تحبون تأدون لغيركم بما إنه أنتم موجودين هنا خلاص واحد يغني لله ممكن؟
هيثم غني لي شوي شوي. هيثم راح ياخذ اغنيه من اغنيات حاتم وما يسجلها على كاسي. لا حاتم ياخذ اغنيه حاتم. هيثم اذا يا راحلين ورحموا بحالي. صار لا تكلم هذا حاتم يحب اغنيه هوايه تزعل. هوايه تزعل حاتم غني هوايه تزعل. لا خلي بصوت حاتم. لا نسمعها بصوتك غش. يلا بصوت حاتم. يلا فرصه تعزفها. شنو؟ مو خاف شو اسمه؟ اعطيك نقل يلا. وانت ايش راح تغني؟ اعطيك كلام بس. لو ما تدري غني. لا انت حاتم ايش راح تغني؟ خلينا نخلص مقطع هسه وبعدين نسمع. يلا بس بشرف تساعدني. ايوه بشرف اساعدك. تزعل مني هواية تزعل مني تخاف العمر سجن هواية عذبتني وسهرتني مرمرتني انا صبح شفتها هواية تزعل مني جواب حلو. اي اغنيه الحاتم؟ هو زقط يا رجل. لا ما ننطي مجال راسا مباشره. لا هم يسوون واسع البنات والولد قاعدين عشان ساعدوا حاتم بالكورة شيء. اكيد. انا ما اغني بالكورة. لا شو نغني؟ انت قول اختار لي. يا نعم الخدين. لا ما حافظ. ما ادري والله ايش نغني كيف؟ لا ما تدري الحلوه ايه؟ وصل حبيبي سلام. احنا شرف اسمك. ما حافظ والله الكلام. وصل الحبيب سلامي أمانة الله عليكم قولوا لضايع منامي أمانة الله عليكم وصل الحبيب سلامي أمانة الله عليكم قولوا لضايع منامي. هيثم يوسف بعد ظاهرة التعرق هذه واحنا ببرد قارس. مشكلة. اجمل الاشياء اللي صادفتك اللي سببت لك اياها هذه المشكلة. حادثة الكلينكس. لا ما حادثة الكلينكس. اللي هذه حادثة يعني. مرة من المرات بنيت حفلة يعني عرقان ما شنو هو اسوي لفة فجأة اغني دزلت كلينكس وبداية راسي من هنا ما مش من برا اكتب بعد طالب اغنية. اتصورها انقاذ إلى يعني مشكلته. بنات رجال الظل سمعتوا نفسكم بطلات. بالنسبة لتمثيل الفوازير بما انه انتم ما شاء الله عندكم شمولية في الاداء تمثيلا وغناء ورقصا خصوصا الانسة فلورا فنحب نعرف الى اي مدى استعدادكم لاداء فوازير مثلا. ليكن يعني أنا أتمنى إذا تحصل لي هذه الفرصة يعني وخصوصا إذا تكون الفوازير تحتوي على موضوع جيدة جدا يعني أقصد موضوع درامي جيد وإذا تكون مبعث لاستمتاع الناس فأني أكون فخورة جدا إذا أعمل فوازير. بالتأكيد يستمتعون خصوصا إذا أعدتها إيناس بشكل جيد. يعني أنت لازم نسكت؟ سؤال معلم. لا هو يعني شنو؟ أكشن ونبدأ أيضا موضوعنا فنرجع إلى الفوازير. شو تقول عن الفوازير مثلا؟ أنا بالنسبة لي استعداد الفوازير هو يضمن رقص وغناء وتمثيل. نعم. أنا أقدر على فقرتين فقط الرقص والغناء. قصدي الرقص والتمثيل الغناء لا لكنه تمارا شاهدنا لها أدوار مسرحية كانت ترقص كل اسبانيا ولا تغني. يعني
وإن كان المفروض مثل ما قلت إنه بالذات الفوازير يجب أن يكون لها فنان شمولي. يعني الغناء صوتي مو جيد، ممكن أن أأدي لكن ما ممكن أن أغني. فيعني يغني لك هيثم ويكون الصوت ماشي. فوازير. نعم. فيعني هي تجربة صعبة يراد الدراسة. فكروا بيها، واعتبارا من هذا اليوم دعوة من استوديو الشباب، وبما أنه شباب أيضا معنا المصور كريم جعفر اللي نال عدة جوائز في مهرجانات عربية وعالمية. إذا ما نتحدث عن جوائز نتحدث عن أشياء جميلة حصلت لك أثناء عملية التصوير، سواء داخل ملاعب أو خارجها أو فنيا. خلينا نقول فنيا، ويا حبذا لو كانت تخص هسه هم يقول رجعتوا لي هيثم وحاتم. فتكون رجعتك وانت تصور. والله بالأمور الفنية يعني تصوير الأغاني والتصوير الخاص تحدث هواية طرائف ما شاء الله. يعني الأخ هيثم وأبو أحمد ما يقصرون. فأتذكر حادثة مرة، يعني حادثتين، واحدة الهيثم وواحدة الحاتم. مرة دا نصور طلبت من الأخ هيثم، قلت له يعني ممكن تهيئ لنا فد شيء غريب نصور بيه. قال يعني مثل ايش؟ قلت له ممكن في الصقر. قال يابا بسيطة هاي سهلة. اي فدز أحمد قال له تروح تجيب لنا صقر تستأجرنا اياه وتجي. منتظرين أحمد هسه يجي. المهم جانا ورا ساعة جايب قفص بببغاء صغير. قلنا له يا ابي وين الصقر؟ قال الصقر اجوره غاليه وما ياجروا يعني سعره كلش عادي. قلنا له هذا شنو؟ قال جبته هذا فد هذا ابنه اي طير اليف وكذا. المهم طلعناه، قلت له الهيثم هذا خليه على ايدك خلينا نصور. طلع الببغاء متوحش، رسن عض الهيثم ودم وهذا لغينا التصوير بعدين. المهم فقلنا له احمد اخذ الببغاء ورجع. ولحد الان معقد من الطيور هذا اللي وصل. اما ابو احمد مقلبه هوايه. الكاميرا هناك. مره هم باغنيه بعد ذكرني الاخ صباح وينك يا حبيبي اعتقد. لا يا حارمي. لا لا اعتراض ما اترك ارجع لي. باغنيه وينك يا حبيبي صورناها ببحر. فاكو واحد عنده ماطور مال مي اعتقد طلع بالاغنيه. قلنا له تاخذ حاتم تفرى بالبحر وهاي على مود صواي. فحاتم تعرف يروح دعابه والنكته وهاي ويا. فشويه ضوج ذاك ابو الماطور. ابو الماطور قال له بسيطه تصعد وياي وتشوف. الدنيا كانت بارده، اخذ الحاتم بنص البحر. ف يعني حقيقه حاتم لو يوقع بنص البحر ما يعرف يسبح. ايش صار بالنهايه حاتم؟ ممكن يكمل لنا اياه الحادثه؟ لا ما راح يكمل بحلاوه كريم يكمل. لازم شوي احور فيها. انت تفلت من الموضوع. المهم فاخذها قال له بسيط انا لك. اخذها بالجزيره السياحيه كانت. اي انت مو ضوجته حكيت عليه فبريك من قلت له. اي المهم شو بعدين ورا دقيقتين ثلاثه رجعوا بالبحر. حاتم راسا قال له طاهر، قال له طيب نزل هذا السايق. خلاص. فما اعرف يعني هدده خوفه الحاتم. شنو اللي صار حاتم؟ شنو اللي صار؟ مهدد بس انا الميه اخاف من عنده. فلازم بعد لقطه ثانيه لازم انزل وبعدين اصعد مره ثانيه. فهذا يخوف. يعني هالشكل الزورق بعدين ياخذ هالشكل. فانا اخاف من الميه يعني. بس قلت له نطيف وصار على خلينا نصورها على البر مو على البحر. زين هم مال الدخان مع بشوان مره. هاي اغنيتي يا حارمين. احكي لنا. هذاك واحد اسمه طارق يمكن عنده مؤثرات صوريه يطلع دخان ورا المطرب. فهم ده تصور حاتم. مو دخان مال التراب. ترابي طبعا. كانت مثل على اساس يعني هواء او فتشي يعني تضرب المطر. مش عارف. اي بنكه مال التراب وكذا. يعني ماكو هيك بنكه بالعالم. فشنو اسمه انت حاتم كان يعني متهيئ يصور فيك. يعني كامل يعني. اعتقد بالزوراب حديقه الزوراب مو ثلاثه. تعرف بينك التراب وانا تراب طين. وانت على اخر حبه يعني انت. اي التراب تشيك. هو كان خالي البنكه عكس الاتجاه اللي يريده. فالمخرج بوقتها قال له شغل بالعكس. بس خليتها لقطه تاريخيه يعني تتصور وهي بهالمأساة. صورناها احنا بيها بس ضميناها نصور. برنامج استوديو شباب يشارك المشاهدين بفرحة العيد، وضيوفنا أكيد يحبون يقدمون تهانيهم وأمانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.
نبدأ بالفنان صلاح كرم. وهن كافة المسلمين والعرب في مشرق ومغرب الوطن العربي، وهن الشعب العراقي، وأتمنى أن يزاح هذا الحصار الظالم وتعود الحياة كما كانت قبل الحصار إلى العراقيين مرفوعي الرأس كما كانوا ولا زالوا شامخين إن شاء الله. بالنسبة لإيناس، قدم التهنئة إلى كل الشعب العراقي وإلى جمهوري العزيز بالذات وإلى كادر مسلسل رجال الظل وإلى ماما وبابا وأخواني، وإن شاء الله إن شاء الله يعني بالنسبة لي أمنيتي الخاصة أن أمثل كل الأدوار إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. تمارا. كل عام والناس بألف خير. الوسط الفني كل عام هم بخير. إضافة إلى هذا أتمنى أن أعمل الشخصية اللي دا أدور عليها. ولحد الآن؟ لا، أكو شخصية أريد يعني الناس تكرهني بيها. إن شاء الله. لا مو فلورا، لا مو هذا الشيء، يعني لما ألقاها إن شاء الله أقول لك. إحنا أيضا نتمنى أن تتحقق هذه الأمنية، وأمنية آلاء هي أنه يعاد تمثيل مسلسل رجال الظل بدور أكثر حدث. إن شاء الله. بس أولا أحب أقول لكم كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير. أولا. ثانيا كل عام والشعب العراقي بألف خير، والأهلي كل عام هم بخير. إن شاء الله تجيني فرصة أعمل أحسن من هاي. إن شاء الله. إن شاء الله. ننتظر ميأس. صباح القريشي. رمضان مبارك، وأيام إن شاء الله كلها أعياد، وأمنيتي رفع هذا الحصار الجار على شعبنا الحبيب، وكل عام والشعب العراقي بألف خير. وشاكر حسن. أمنياتي بالموفقية والازدهار للشعب العراقي العظيم في ظل قائدنا الحبيب صدام حسين. كل عام وانت بخير. الفنان الكاريكاتي، ولو احنا يعني تحبون تهنوا انتم بنات؟ لا اكيد لا. اكيد لا، لكن هو يحب يهني المعارف من خلال شاشة التلفزيون. شباب، كل عام والشعب العراقي بخير، وإن شاء الله يعود علينا بالخير والسلامة، وأتمنى من كل قلبي ولو يعني هاي مناسبة بين نيابة عن أعضاء منتسبي جريدة بابل، أتمنى الشفاء العاجل للأستاذ عودي صدام حسين والشعب العراقي. كريم جعفر، وتهاني العيد. لأنه أنا أخي واحد عندي أمنيتين. الأمنية الأولى إن شاء الله تتحقق جميع أماني الحضور إن شاء الله. سلام. والأمنية الثانية أشوف أولادي علي وأحمد يكبرون إن شاء الله يعملون في مجال الرياضة والتصوير. وأيهما تفضل أنت؟ رياضة. والله الرياضة والتصوير يعني مثل علي وأحمد. الله يخليهم. أمنيات العيد وهيثم يوسف. والله بصراحة هي أمنية العراقيين جميعا، لأنه أمنية جميع نقول حصار الرفع العراق العظيم قيادة حبيبنا وقائدنا صدام حسين، وأمنيتنا بالعيد السعيد إن شاء الله يعود لنا الأستاذ عودي صدام حسين معافى وبقرب وقت إن شاء الله. عون القاعد هسه قباله كل ليله الليله، يا محبوب شلون احواله كل ليله الليله. عون القاعد هسه قباله كل ليله الليله، يا محبوب شلون احواله كل ليله الليله. وادعي لك ربي وابديك بقلبك، وادعي لك ربي وابديك بقلبي، والله على ديت عناله كل ليله الليله، غالوا على ديت عناله كل ليله الليله. نريدك تعاود علينا ليله الليله، يا ابو الروح الحنينه ليله الليله. نريدك تعاود علينا ليله الليله، يا ابو الروح الحنينه ليله الليله. جروحك اتمناها بيك
تروحك اتمناها هتاخذ الروح ببدالك الليل الليل هتاخذ الروح ببدالك الليل الليل. حاتم العراقي، وكل عام وانت بخير، وجمهورنا وشعبنا وقائدنا بألف خير، وأمنياتي بأن يوصل صوتي إلى جميع أنحاء العالم إن شاء الله، وإن شاء الله الأستاذ عدي صدام حسين يعود لنا بسلامة وبخير إن شاء الله. قدام أشوفك يكفيني يا أحلى شي شافت عيني، قدام أشوفك يكفيني يا أحلى شي شافت عيني، عمر الشباب متألف ذاك الوجه الباسم مشرق، عمر الشباب متألف ذاك الوجه الباسم مشرق، يا محلى طولك يا عيني قدام أشوفك يكفيني. مشاهدينا، أمنية برنامج استوديو الشباب أن ينال رضاكم، وإن شاء الله للقاءات أخرى ومع ضيوف محبوبين، ودائما نستمتع مع تي في شباب. شكرا لضيوفنا، شكرا للفنان صلاح كرم، شكرا لهيثم يوسف، حاتم العراقي، وأيضا الملحن شاكر حسن، رسام الكاريكاتير عبد الحسن، والمصور الفوتوغرافي كريم جعفر. نرجع إلى بطلات مسلسل رجال الظل، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، هذا صحيح؟ إن شاء الله. شكرا لإيناس، تمارا، آلاء، وشكرا للملحن صباح القريشي. مشاهدي تلفزيون الشباب، إلى لحظات فنية جميلة وممتعة أخرى، إلى اللقاء.